تقول: هل يمكن لكم يا شيخنا جزاكم الله خيرا أن تنصحنا ببرنامج ومراحل تطبقها الأخت في بيتها حتى تصل إلى مستوى عال من العلم؟ نعم، الذي ننصح به هو التدرج في العلم وقراءة الكتب السهلة، فإنها تساعد على فهم الكتب الكبيرة. من أمثلة ذلك رياض الصالحين، وهكذا فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر. هذا إذا كانت تفهم هذا، وإن لم تكن تفهمه فهناك كتاب صغير أعرضه لأخينا الفاضل الشيخ محمد بن عبد الوهاب اليمني الوصابي، اسمه القول المفيد في أدلة التوحيد. نعم، في أدلة التوحيد كتاب سهل جدا، وإن كانت أرقى من هذه الكتب التي ذكرناها فيمكن أن تقرأ في السنة لابن أبي عاصم، والسنة لمحمد ابن نصر المروزي، والسنة لعبد الله ابن أحمد. نعم، المهم ينبغي لها أن تنظم وقتها وألا تكثر الدروس التي تدرسها، فإنها ربما لا تهضمها ويصير حالها كما قيل. ومشتت العجنات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق. كما ننصح بالاتصال إلى العلماء الأفاضل إذا أشكل عليكن شيء، وكذلك أيضا في كتابة الفوائد، والله المستعان. وإن تيسر للمرأة مع زوجها أن ترحل إلى مراكز العلم باليمن فننصحهم بذلك، والله المستعان.